بيبدأ فيلم ذا اي ببنت كفيفة اسمها سيدني، وهي بتتمشى في شوارع نيويورك، وبتكون حالتها النفسية سيئة لأنها فقدت بصرها من وهي طفلة عندها 5 سنين. وبتروح سيدني بعدها المستشفى وبتعمل عملية نقل قرنية عشان تقدر تشوف من تاني، وبيكون الدكاترة حاطين على عينيها ضمادات بشكل مؤقت لحد ما يعرفوا العملية نجحت ولا لا. وبعد العملية بتيجي طفلة اسمها أليشا وبتتعرف عليها، وبتقول لها انها محجوزة في المستشفى عشان عندها ورم في المخ وهتعمل عملية قريب. تاني يوم بتشيل سيدني الضمادات من على عينيها، وبتكون اختها هيلين جنبها، وبتنجح العملية بتاعت سيدني وبتقدر تشوف اخيرا، ولكن الرؤية عندها بتكون مشوشة وما بتقدرش تشوف بشكل كامل. فبيطمنها الدكتور انها هترجع تشوف بشكل طبيعي في خلال اسبوع، وبيعرفها ان الرؤية المشوشة اللي عندها دي بسبب ان عينيها لسه ما اتعودتش على القرنية الجديدة. فبتشوف سيدني خيال اسود ورا اختها هيلين وبيختفي اول ما بتمشي. وبالليل بتكون سيدني نايمة في المستشفى وبتصحى على صوت المريضة اللي جنبها وهي بتتكلم مع خيال اسود بره الأوضة، وبتقول له انها خايفة منه ومش عاوزة تروح معاه. فبتخرج بره الأوضة عشان تشوف اللي بيحصل، وبتتفاجئ ان في خيالات سودا كتير حواليها واختفوا من غير ما تاخد بالها. وبعدها بترجع سريرها وهي مرعوبة من اللي شافته. ولما بتصحى تاني يوم بتلاقي الممرضين بيشيلوا السرير بتاع المريضة اللي كانت بتتكلم مع الخيال، وبيقولوا لها انها ماتت. وبيجي الدكتور وبيعمل لسيدني أشعة وفحوصات على عينيها، وبتسأله عن هوية المتبرع صاحب القرنية اللي ركبتها في عينيها عشان عاوزة تشكره. فبيقول لها الدكتور انه ما يعرفش مين صاحب القرنية، وبيعرفها ان العملية نجحت ودلوقتي تقدر تخرج من المستشفى لانها بقت بتشوف بشكل كامل. فبتفرح سيدني وبتيجي اختها عشان تخرجها من المستشفى وترجعها البيت، وبتروح تودع الطفلة إليشا اللي عندها ورم في المخ وبتتصور معاها. وبعدها بترجع البيت وبتتفاجئ ان كل اصحابها واهلها عاملين لها حفلة بمناسبة انها رجعت تشوف، وبتبدأ تحس بإرهاق وبتلاقي الرؤية بقت مشوشة مرة تانية. فبتروح تنام عشان ترتاح، وبتحلم انها في المطبخ والبوتاجاز ولع فيها. فبتصحى سيدني وهي مفزوعة، وبتروح تقابل دكتور عيون اسمه بول عشان تتابع معاه حالتها، وبتحكي له قصتها وبتقول له انها فقدت بصرها وهي عندها 5 سنين بسبب انها كانت بتلعب بالالعاب النارية مع اختها هيلين. ولما بقى عندها 12 سنة والدها خلاها تعمل عملية نقل قرنية، ولكن العملية فشلت. فبياخدها دكتور بول عشان يتمشوا مع بعض، وبيقول لها ان معظم الوقت هتكون رؤيتها مشوشة بسبب انها فقدت بصرها من وهي صغيرة. ده غير ان العصب البصري في عينيها مضطرب ومش هيستقر غير بعد فترة. وبعدها بترجع سيدني البيت وبتقعد تقرا النوتة الموسيقية بتاعتها عشان عندها حفلة قريب. فبتسمع صوت بره البيت وبتخرج عشان تعرف مصدر الصوت، وبتتفاجئ ان في طفل صغير قاعد على الارض وبيقول لها انه خايف من والده لانه عاوز يضربه. وفجأة بيختفي الطفل، وبتكون سيدني فاكرة ان دي مجرد هلوسة بسبب القرنية الجديدة. وبتروح تقابل مدير الفرقة الموسيقية بتاعتها في كافيه وبيتكلم معاها بخصوص الحفلة اللي جاية. فبتشوف سيدني واحدة بتقرب عليها وبتقول لها انها مش هتسيبها تمشي بسهولة، وفجأة بتهجم عليها وبتوقعها على الارض وبتختفي من غير ما حد يشوفها. فبتخاف سيدني وبتقول للمدير بتاعها ان في واحدة ست هجمت عليها وبتعتذر له وبتمشي. ولما بيجي الجرسون عشان ينظف الترابيزة بتاعتها بيكون في اثار ايدين على السكر. وبالليل بتنام سيدني وبتحلم بكوابيس مرعبة لاماكن غريبة واشخاص ما تعرفهمش، وبتصحى وهي مفزوعة ومش فاهمة اللي بيحصل. وفجأة بتلاقي الأوضة شكلها بيتغير وبتحس انها في مكان تاني غير اوضتها. تاني يوم بتروح تقابل دكتور بول وبتحكي له كل حاجة، وبتطلب منه يراجع الأشعة والفحوصات بتاعت عينيها لانها حاسة بحاجة مش طبيعية بتحصل. فبيقول لها بول انه كل الأشعة والتحاليل بتأكد ان العملية بتاعتها نجحت وان مفيش حاجة في عينيها، وبيرجح انها ممكن تكون بتشوف هلاوس بصرية بسبب انها كانت كفيفة لفترة طويلة جدا. فبتقتنع سيدني بكلامه وبترجع البيت وبتتفرج على التلفزيون وهي مستمتعة لانها ما اتفرجتش على التلفزيون من وهي صغيرة. وفجأة بتلاقي دخان داخل من تحت باب الشقة، فبتبص في العين السحرية عشان تعرف مصدر الدخان. فبتشوف خيال اسود واقف قصاد باب شقتها. فبتتفاجئ سيدني انها اتنقلت لمخزن قديم بيتحرق وبيكون في ناس بتموت بسبب النار. فبيهجم عليها واحد النار ماسكة فيه وبيمسك ايديها وبيحرقها. وبعدها بتصحى سيدني من النوم وبتكتشف انها كانت بتحلم، ولكن بتتفاجئ ان في علامات حروق على ايديها مكان الشخص اللي مسك ايديها في الحلم. وبتبدأ الحروق دي تختفي من ايديها، وبتتأكد سيدني ان في حاجة مش طبيعية بتحصل. فبتخرج من البيت وهي مرعوبة وبتحاول تتصل على دكتور بول عشان تقابله وتحكي له اللي حصل. وفجأة بتلاقي واحدة بتعدي من خلالها كأنها شبح، وبتتصدم سيدني من اللي حصل وبتكون مش لاقيه له اي تفسير. فبتسمع صوت ناس متجمعة حوالين
بنت خبطتها عربية وماتت، فبتروح تشوف البنت وبتتفاجئ انها نفس البنت اللي عدت من خلالها، فبتفهم انها بتقدر تشوف الاشباح، وبتلاحظ خيال اسود واقف جنب شبح البنت اللي ماتت وبيفضل يقرب منها لحد ما بيختفوا هما الاتنين. وبعدها بتروح سيدني المطعم صيني وبتتصل على الدكتور بول وهي بتعيط وبتطلب منه يجيلها المطعم في اسرع وقت عشان عاوزة تتكلم معاه. ولما بتقفل المكالمة بتشوف المطعم وهو بيولع وبتستخبى تحت الترابيزة عشان ما يحصلهاش حاجة. وبعد 5 دقايق بتلاقي النار هديت والمطعم اتحرق بالكامل، فبتخرج من المطعم وهي مش فاهمة اي حاجة. وبيشوفها بول وهي منهارة وبيسألها كانت بتعمل ايه في المطعم ده، وبيعرفها انه اتحرق من 3 اسابيع ومات فيه 5 اشخاص. فبتتصدم سيدني من كلامه لانها كانت موجودة في المطعم وما كانش فيه اي حاجة، وده معناه ان كل اللي شافته كان جزء من الماضي. فبتحكي لبول كل اللي بيحصل معاها وبتقوله انها بتشوف الاشباح بسبب القرنية اللي زرعتها في عينيها. وطبعا بيكون بول مش مصدق كلامها وبيقول لها انها محتاجة تتعرض لدكتور نفسي. فبتضايق سيدني عشان مش مصدق كلامها وبتقرر ترجع البيت عشان تستريح وتفكر في كل اللي بيحصل. واول ما بتروح ناحية الاسانسير بتاع العمارة بتلاقي واحد واقف بظهره وبتبص في كاميرات المراقبة اللي عند الامن وبتتفاجئ ان مفيش حد في الاسانسير. فبتفهم ان الشخص ده يبقى شبح وبتركب اسانسير تاني عشان تتجنبه، ولكن بتلاقي الشبح اتنقل للاسانسير بتاعها وبيكون طاير في الهواء وبيقرب منها. فبتترعب سيدني وبتخرج من الاسانسير بسرعة وبتفضل تجري عشان ترجع شقتها، ولكنها بتقابل الطفل اللي شافته قبل كده وبيقول لها انه خايف من والده عشان عاوز يضربه. فبتقرر انها تتجاهله لانها متأكدة انه مش طفل حقيقي وانه شبح. واول ما بتبص وراها بتلاقي الطفل بينط من شباك العمارة، فبتجري ناحيته عشان تنقذه، ولكن بتلاقي الشباك مقفول. فبتكسر الازاز بتاع الشباك بايديها وبتكتشف ان مفيش حد ميت في الشارع، وبتتأكد ان كلامها كان صح وان الطفل ده مجرد شبح. فبترجع لشقتها وبتلاقي الطفل قدامها وبيجري وراها وبيطاردها. واول ما سيدني بتدخل الشقة بتقفل كل الانوار وبتغسل ايديها من الجرح اللي في ايديها وبتحط قماشة على عينيها عشان ما تشوفش الاشباح. وبسبب انها ما بتردش على الموبايل بتقلق عليها اختها هيلين وبتتصل بالدكتور بول عشان يروح لها الشقة ويطمن عليها. وبالفعل بيروح بول وبيلاقيها قافلة كل الانوار في الشقة، ولما بيلاحظ ان ايديها بتنزف بينقلها للمستشفى وبيخليها تبات فيها عشان تريح اعصابها. وبالليل بتيجي الطفلة إليشا اللي كان عندها ورم في المخ وبتقول لها انها اتعالجت وهتخرج من المستشفى كمان يومين. فبتخرج إليشا من الأوضة وبتروح سيدني وراها وبتشوفها وهي ماشية مع خيال اسود وبتختفي فجأة، فبتعيط عشان مش فاهمة حاجة وبترجع تنام على سريرها لحد الصبح. وبتيجي اختها هيلين وبتقول لها ان إليشا ماتت وسابت لها الصورة اللي تصوروها مع بعض لما خرجت من المستشفى اول مرة. فبتشوف سيدني الصورة وبتقول لها ان ده مش شكلها، وبتروح تبص على نفسها في المراية وبتلاقي شكلها مختلف تماما عن شكلها الحقيقي اللي في الصورة. فبترجع البيت وبتدور على النت عن الاعراض الجانبية لعملية نقل القرنية على امل انها تلاقي تفسير لرؤيتها للاشباح، ولكن بتلاقي ان العملية دي ملهاش اعراض جانبية. وبتروح تقابل بول وبتطلب منه يساعدها ويعرف لها مين الشخص اللي اتبرع بالقرنية بتاعته. فبيرفض بول يساعدها وبيقول لها ان ده غير قانوني وهيكون خطر على مستقبله المهني كدكتور. فبتضايق سيدني وبترجع شقتها هي واختها هيلين وبيركبوا الاسانسير وبتركب معاهم جارتهم اللي ساكنة في الدور اللي تحتهم. ولما بتخرج جارتهم من الاسانسير بتشوف سيدني الطفل الصغير اللي بيطاردها وبتشوفها جارتها وهي مذعورة وبتسألها لو كانت شايفة ابنها توني اللي مات. فبتتجاهلها سيدني وبتكون مش عارفة اذا كانت الست دي شبح ولا لا. وبعدها بتدخل شقتها وبتروح الحمام وبتقف قدام المراية وبتشوف واحدة تانية غيرها، فبتفضل تكلم نفسها كأنها بتكلم حد قدامها وبتقول للبنت اللي في المراية انها عاوزة تساعدها. فبتتفاجئ ان ايديها بتتحرك لوحدها من غير ما تتحكم فيها وبتفتح عينيها وبتشوف ناس بتتحرق في مصنع قديم. فبتفقد اعصابها وبتكسر المراية وبتخرج تتكلم مع اختها هيلين وبتقول لها انها مش هترتاح غير لما تعرف هوية الشخص اللي اتبرع لها بالقرنية بتاعته. وتاني يوم بيكلمها بول على الموبايل وبتروح تقابله وبتتفاجئ انه جايب لها معلومات عن الشخص اللي اتبرع لها بالقرنية وبيقول لها انها بنت عايشة في المكسيك وانهم لازم يسافروا لها عشان يعرفوا منها السبب اللي خلاها تتبرع بالقرنية بتاعتها. وبالفعل بيسافروا المكسيك، واول ما بيوصلوا بيروحوا للعنوان بتاع البنت. وفي طريقهم بتشوف سيدني المصنع اللي كان بيتحرق لما كانت في الحمام. فبتنزل من العربية هي وبول وبيشوفوا طفل صغير قاعد لوحده وبيسألوا عن سبب الحريقة اللي حصلت في المصنع ده. فبيقول لهم ان حصلت حريقة في المصنع من 3 سنين وكل العمال اللي كانوا فيه ماتوا، وبيعرفهم ان في ساحرة هي اللي حرقت
لقت المصنع ده، وبعدها بيكملوا طريقهم ناحية بيت البنت اللي اتبرعت بالقرنية، ولما بيوصلوا بيلاقوا كلمة ساحرة مكتوبة على البيت بتاعها، وبيقابلوا والدتها وبيكون جسمها مليان حروق، وأول ما بتشوف سيدني بتقرب منها وبتقول لها إنها واخدة عين بنتها كريستي، فبتفهم سيدني إن بنتها كريستي هي صاحبة القرنية، وبتقعد تتكلم معاها وبتسألها عن كل حاجة بخصوص بنتها، فبتقول لها إن بنتها كريستي ماتت من 3 سنين وكانت بتشوف أشباح، وبتعرفها إن الأشباح اللي هي بتشوفها دي أرواح بتتعذب في الدنيا وما راحتش للعالم الآخر، وبسبب إن كريستي كانت بتقدر تشوف الأشباح كل الناس في المدينة كانوا بيقولوا عليها ساحرة. وبتشوف سيدني صورة كريستي وبتعرف إنها نفس البنت اللي بتشوفها في المراية، وفجأة بتشوف خيال أسود ورا والدة كريستي وبتفهم إنها هتموت أو هيحصل لها حاجة، وبالفعل بتحس والدة كريستي بضيق تنفس وبتقع على الأرض، فبيشيلها بول عشان ينقلها المستشفى، وبتفضل سيدني في البيت عشان تعرف كل حاجة عن كريستي صاحبة القرنية، فبتدخل أوضتها وبتشوف اللي حصل من 3 سنين، وهو إن كريستي كانت في المصنع القديم وشافت خيالات سودا كتير حوالين العمال اللي في المصنع، فبتفهم إنهم هيحصل لهم حاجة وبتروح تحذرهم وبتطلب منهم يخرجوا من المصنع بسرعة، ولكن العمال مش بيصدقوا كلامها وبيقولوا عليها مجنونة، وفجأة المصنع بيولع زي ما قالت لهم وبيموت كل العمال، وبعد فترة بيتهمها كل سكان المدينة بإنها ساحرة، وبتنتحر كريستي بسبب الضغط النفسي، وبتفضل سيدني نايمة في أوضة كريستي لحد بالليل، وبتصحى على صوت الباب بتاع المخزن وهو بيتقفل لوحده، فبتروح المخزن وبتشوف كريستي وهي بتنتحر وبتحاول تنقذها ولكن بيكون فات الأوان، فبيجي بول وبيشوفها وهي بتكلم نفسها وبيفهم إنها شايفة ذكرى قديمة حصلت لكريستي، فبياخدها وبيمشوا من البيت وبيقرروا يرجعوا لبلدهم، وبيعرفها إن والدة كريستي جالها جلطة وماتت في المستشفى، وفي طريقهم للمطار بيلاقوا الطريق مقفول، وبيقول لهم واحد مكسيكي إن الشرطة قفلوا الطريق عشان بيطاردوا مجرم خطير قتل أسرة كاملة، وفجأة بتشوف سيدني طفلة صغيرة شافتها قبل كده في الحلم، وبتشوف خيالات سودا كتير في المكان، فبتفهم إن في حادثة هتحصل في المكان ده، وبتكتشف إن كل أحلامها كانت رؤى من المستقبل عن الكوارث اللي هتحصل، فبتشوف عربية فيها بنزين وبتقول لبول إن حياة الناس في خطر ولازم يخرجوهم من العربيات بسرعة قبل ما يموتوا، فبيساعدها بول وبيقولوا للناس إن في قنبلة هتنفجر وبيخلوهم يطلعوا من العربيات، وبتيجي عربية وبتدخل في عربية البنزين وبتنفجر، وبعدها بتنفجر كل العربيات اللي على الطريق، وبتشوف سيدني الانفجار وفجأة بيتكسر إزاز عربية قدامها وبيدخل الإزاز في عينيها، فبتتنقل للمستشفى وللأسف بتفقد نظرها وبترجع لحياتها الطبيعية مرة تانية وبتكون كفيفة، وبعد فترة بتعزف على الكمانجة في حفلة موسيقية وبتكون سعيدة إنها فقدت بصرها لأنها شايفة إن حاسة البصر مش مهمة قصاد نعم وحواس كتير ربنا خلقها، والأهم من كل ده هو إنك تشوف ببصيرتك وتعمل الحاجة اللي تكون خير ليك وللناس. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش أفلامنا، ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.